يا اهلا وسهلا، ازيكم؟ انا مروه ودي قناتي كوبايه قهوه مع ميرو. ان شاء الله الفيديو النهارده هيعجبكم جدا، وخصوصا الامهات. الفيديو ده مخصص لكل ام محتاجه تسمع حاجه عن التربيه. تعالوا بينا نشوف الفيديو بتاع النهارده، ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك وسيبوا لنا تعليق. ويلا بينا. النهارده هتكلم معاكم عن موضوع الام اللي هي اللي بتربي، الام القاسيه ولا الام اللي عندها حنيه لاولادها زي ده. انهي ام بتطلع ولاد سويه وولاد صح للمجتمع وبيعتمدوا على نفسهم؟ لو جينا نتكلم عن التربيه، هل التربيه سهله؟ التربيه زي الفن، مش اي حد يعرف يوصل له. ولادنا عشان نتعامل معاهم، خصوصا الجيل ده، عايز تاخدي كورسات تفهمي دماغهم، تفهمي الايام اللي هم فيها مختلفه عن ايامنا. ليهم تعامل خاص، ليهم اسلوب مختلف. الطريقه اللي بنتكلم بيها معاهم عشان نوصل لهم معلومه او نطلب منهم حاجه، ليهم طريقه معينه في التعامل. هو جيل مختلف في كل حاجه. مش معنى كده ان احنا هنفشل في التربيه، بس التربيه عايزه صبر طويل وطولة بال ملهاش اول من اخر. فعشان توصلي للحته دي ما تستعجليش. انت بتزرعي في ولادك الخير وبتزرعي فيهم الصح، وهتنتظر عليه زي البذره اللي هترميها في الارض وهتستني عليها بقى سنين، شهور، ايام. الولاد عايزين صبر. ما تستعجليش في التربيه، وما تقوليش انا بنصح بس مش بلاقي نتيجه. مش هتاخدي النتيجه وقتها. النتيجه هتبان لما يستوعبوا الكلمه مره واثنين وعشرة، فيتعرضوا لموقف عايزين يحلوه، يفتكروا الكلام اللي انتوا قلتيه ويترجموه على ارض الواقع. فما تستعجليش في التربيه، وما تاخديش كده من عصبيتهم وردودهم ان هم مش بيستجيبوا، مش بيفهموكي. الموضوع عايز تأني وصبر. لو انت كنت ام قاسيه، هل تربيتك بتنجح ولا في حاجه هتخسريها وانت بتربي؟ هل هتخسري ولادك بسبب قسوتك؟ ايوه، للاسف. الام القاسيه بتربي في ولادها جحود تجاهها، وبتربي في ولادها نفور منها. ما بيبقاش احتياجهم الاول والاخير ليها زي اي ام تانية. الام اللي عندها قسوة في التربية بتخسر ولادها بدري قوي. يعني من الصغر ولادها بيكنوا مشاعر ليها مش حلوة، وبيحبوا قوي ان يكبروا بسرعة عشان يستغنوا عنها ويسيبوا البيت اللي اتربوا فيه على القسوة وعلى الشدة وعلى الاوامر. مبررات في تربيتها لولادها. بتقول لك انا اتربيت كده، انا ما اتربيتش على حنيه ولا طبطبه ولا كلام من ده. ازاي هربيهم على حنيه؟ انت تقدري تربيهم تربيه مختلفه عنك، حتى لو اتربيتي على كده. لو انت اتربيتي على العقد، ما تطلعيش عقدك على ولادك. لو انت متربيه في بيت كله شده وقسوه وحديه، ولادك ما لهمش ذنب. ولادك ما لهمش ذنب، ما يدفعوش فواتير ما لهمش علاقه بيها. كفايه انت اتعقدتي. ما تطلعيش ده عليهم. امال اعمل ايه؟ ابتدي اتعامل كويس. طب لو انا طبعي قاسي، انت عارفه قصاد القسوه دي، عارفه السلبيات اللي هتحصل لولادك بسبب قسوتك عليهم؟ ولادك هيسيبوا حضنك وهيترموا في اي حضن ينادي عليهم، حتى لو الحضن اللي رايحين له اكتر منك سوء واسوأ بكتير من قسوتك. هيترموا في اي حضن، يترموا مع الناس الغلط علشان ما تلاقوش الناس الصح في البيت، وما تلاقوش الصدر الحنين اللي يحتويهم ويتفاهم معاهم. لو كنت فاكره بتربي ولادك بقسوه وبشده ان ده هيجيب نتيجه ترضيكي، انا جايه اقول لك ان دي هتجيب نتيجه عكسيه. تيجي تتعاملي معاهم باي طريقه كانت، مش هيشوفوكي، لا هيحترموكي ولا هيقدروكي ولا هيعملوا حساب لزعلك. لان الحاجه الاساسيه اللي كانت تجمع كل دول راحت منك، وهي حبهم ليكي. ما عادش فيه حب. الام القاسيه ما بتتحبش. الام القاسيه ولادها بيبقوا عايزين يهربوا منها باي طريقه، بيبقوا عايشين معاها مجبرين، مضطرين، بس مش حابين. مشكله الام القاسيه ان هي بتقول لك انا بأس على اولادي عشان اطلعهم رجاله، عشان اصنع منهم بني ادمين، علشان لما يمشوا في الحياه يشيلوا المسؤوليه ويعرفوا يديروا بيتهم ويعرفوا يتعاملوا مع الناس. انا جايه اقول لك ان الموضوع بيقلب معاهم. ولادك بيبقى عندهم هزه في شخصيتهم. ولادك بيبقوا خايفين من المجتمع وخايفين من الناس، عكس ما انت فاهمه خالص. من الحاجات التانية اللي هتحصل مع ولادك بسبب شدتك وقسوتك معاهم، ان هيحصل فجوه ما بينكم كبيره. الفجوه دي مفيش حاجه تعالجها، بالعكس، ما دام اتوجدت بتفضل تزيد. القسوه نتيجتها
ان الحبايب يضيعوا مننا. القسوة ما بتجيبش غير قسوة وجفا، ومفيش حد اتبع اسلوب القسوة مع ولاده او مع اللي حواليه الا وخسر. القلب اللين الهين الناس بتحب تتعامل معاه. تعالوا نتكلم بقى عن الام الحنينة اللي قلبها كبير وبتعرف تطبطب وتحن وتعطف. عايزة اقولك يا بخت اولادك بيكي، بجد محظوظين بام حنينة. بس خلي بالك لا الحنية تفرط منك وتبتدي بتديها من غير حساب ولا عقاب ولا حدود، فبالتالي العيال مسكوا في الحنية، ما عادوش فاهمين امتى نتعاقب، ولا فاهمين امتى الحنية دي هتقف، ولا امتى الحنية دي هتزيد. ومهما تكوني انت ام حنينه، اعرفي ان الشيء لو زاد عن حده بيتقلب ضده. حتى لو كنت ام حنينه، حنيتك لو ابنك عرف ان هي ملهاش وقفه وملهاش حدود هيستغلها. هيبقى بيعمل الغلط وعارف انك حنينه هتسامحيه، هيبقى بيعمل التصرف اللي لازم ليه عقاب وعارف انه مش هيتعاقب لانك حنينه بزياده. لو الحنيه عندك زايده قوي والعطاء عندك بلا حدود، تأكدي ان الموضوع هيقلب بشكل هيزعلك انت في النهاية. العيل لما بيحس من امه ان هي سايبة وما عندهاش شخصية بيتمادى، بيعمل كل حاجة غلط لانه عارف ان هو بكلمة او بعياط هتحن له وهتطبطب وهتسامح. هنا الغلط، لان هنا انت ما علمتهوش امتى العقاب وامتى الثواب، امتى انا اضحك معاك واهزر وامتى اخد موقف منك. بقى كله شبه بعضه. تخيلي ان العيل ذكي فوق ما انت تتصوري. تخيلي ان هو عارف امتى يستعطفك علشان ما تعاقبهوش. هو هيحفظك لدرجة ان هو هيعرف يستعطفك عشان ما يتعاقبش، وساعتها هيبقى انسان هيتربى على غير مسؤولية، هيتربى ان هو كل حاجة عنده سيبان، كل حاجة عنده مفيش مشكلة فيها، مفيش تربية. لكن العقاب في وقت الغلط يعلمه المسؤولية ويعلمه ما عادش يغلط وما يعملش التصرف الغلط دوت تاني. واوعي انت كأم تحسسي ولادك انك ضعيفة قدامهم، او تحسسيهم ان هم نقطة ضعفك. حتى لو كانوا هم نقطة ضعفك تبقى جواكي وقافلة عليها، لكن معاهم انت انجليزية. انا بتعامل معاكم بحنية وباحترام وبعاطفة وبكل حاجة حلوة، بس لو حصل منكم تصرف او صوتكم عالي عليا انا هاخد موقف وهتشوفوا الوش التاني. لازم العيل يبقى فاهم ان امه ليها وش طيب ووش بيقلب، لا اما هيستغلوكي احسن استغلال. هتيجي تساليني طب لو انا يا مروه ام حنينه بالفطره وفعلا عاطفتي غلباني ما بستخدمش عقلي خالص، هو النتيجه هتبقى فعلا عكسيه؟ انت عارفه النتيجه هتبقى ايه؟ النتيجه ان ولادك مع الوقت هيبقوا صعب الارضاء، صعب ترضيهم، وصعب تيجي في يوم تقولي لهم على حاجه لا. ما تعودوش على لا من الصغر، فكل حاجه بقت مجابه. كلمه لا متاخر هتدفعك انت الثمن، انك هتحس انك ما ربيتيش وهتحس انك ما طلعتيش عيل مسؤول. بقى كلامه هو اللي بيمشي عليكي، ما بقيتيش انت الام المسيطره، ما بقيتيش الام اللي تدي الاوامر وتتنفذ الاوامر دي، بقيتي انت اللي تحت مزاجهم وهواهم. فساعتها هتندمي وهتقولي يا ريت ان انا كنت بشد عليهم، ويا ريتني ما كنت حنينه. حنيه ايه بقى؟ ده تغور الحنيه ساعتها. انت اللي هتحسي بندم. العيل لو حس من امه ان هم نقط ضعفها هيتسلوا عليكي. وانت عارفه ليه اغلب ولادنا بتبقى عندهم مشكله لما تقولي لهم انا هقول لبابا؟ لان بابا بيحس منه بالحزم، بابا بيلغي العاطفه، انك لو غلطت انا ما بعرفش انت ابني ولا انت عدوي. الاب بياخد اسلوب معاهم اسلوب العقاب مش اسلوب النقاش. لو اتناقش معاهم مره واتنين وما جابتش نتيجه، الاب ما عادش هيسمع تاني، ما عادش هيسمع لك تاني. علشان كده الام اللي بتدلع بتيجي تقول ايه؟ انا ابني ده شايله همه دايما، شايله همه طول الوقت. ليه شايله همه؟ لان ما عودتوش على انه يبقى راجل، ما عودتش بنتها على ان هي تبقى ست بيت، على ان هي تشيل مسؤوليات البيت. طب ايه النتيجه اللي ترتبط على ان انا دلعته؟ ما يتحملش مسؤوليه، يوم ما يتجوز ما يعرفش يفتح بيت، يتعب مراته في الحياه، وممكن كمان حياته الزوجيه تفشل. طب ايه الحاجات التانيه كمان اللي بسبب دلعي ممكن تدمره وتبوظه؟ الحاجات التانيه ان ابنك هيتحول لانسان اناني مع الوقت،
ما يحبش يدي، يحب ياخد، لانه اتعود ياخد منك على طول. هو لما لقاكي سهله، واما لقاكي على طول حنينه وهم نقطه ضعفك وعلى طول بتدي لهم، بيقفوا عند الحته دي، بيحسوا ان هي بقت حق مكتسب. ماما ما تقدرش على زعلنا، ماما ما تقدرش ان هي نطلب منها حاجه وما تجيبهاش. بقيتي مستباحه لاولادك طول الوقت. قصاد ده هيتعب في الحياه، وهيفشل في حاجات كتير، لا هيتحمل مسؤوليه ولا هيعرف يشيل نفسه ولا يشيل غيره. في الاخر هتبقي انت السبب. وعلمي ولادك انك لما بتاخدي قرار في حاجه ما بترجعيش فيها، ولما بتقولي على حاجه لا، اوعي ترجعي فيها قدامهم. معناها انك ما بتبنيش شخصيه، معناها ان انت ما بتعلموهوش ان كلمتك واحده، فبالتالي هو هيتربى على انه ما عندوش شخصيه، ما عرفش الغلط من الصح، ما عرفش الحدود. اعرف الحدود امتى؟ ان ماما قايله لي انت لو جيت جنب الحاجه دي انت ساعتها هيتسحب منك التليفون، انت لو جيت جنب الحاجه دي انت ساعتها هتتعاقب، هعرف، هخاف. لكن لو انا رحت عند الحاجه دي اللي ماما حذرتني منها وماما ما نفذتش عقابها، ساعتها انا ما بعملش الاحترام لا لماما ولا لبابا، لان الموضوع بالنسبه لي بيبقى اوبن بقى، الدنيا سايحه سداح في مداح، مفيش عقاب. ما هو العيل ذكي، ما هو ابنك فاهم كل حاجه، ابنك مش عبيط، ابنك بيجربك مره واثنين وثلاثه، مره بالعياط، مره بانه يمنع نفسه ان هو ياكل، بيجيبك على جميع الطرق بحيث ان انت تستسلمي له، وبحيث ان انت تنفذي له رغباته وطلباته. العيل بيمتحنك، لو انت نجحت في الامتحان بتاعه خلاص هيستمر معاكي على الاسلوب ده، عشان عارف ان انت ما تحمليش وجعه وما بتستحمليش عياطه، فبالتالي هياخدهم سلاح ضدك. اي حاجه هتحصل او اي طلبات تطلبيه منه، اول حاجه يعملها هيبتدي يعيط. لو العياط ما جابش نتيجه هيتبع الاسلوب اللي بعده، ان هيقول لك انا مش هاكل. هو عارف هيجيبك ازاي، مفيش عيل عبيط. فخلي بالك قوي ان هو يمسك نقط ضعف عليكي ويستخدمها ضدك. وفي النهايه مفيش ام ما بتحبش ولادها، بس هي الطريقه اللي بتفرق. لا ينفع اكون ام قاسيه ولا ينفع اكون عندي فرط في الحنيه، الاتنين يضيعوا التربيه ويبوظوها. فخلي بالك، لا اكون ام ضعيفه وحنينه زياده عن اللزوم وعندي فرط في الحنيه فما بعاقبش، فما فيش تربيه، ما فيش احترام للكبير، ولا اكون ام قاسيه فضيع ولادي مني. وكده اكون خلصت الفيديو، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، واشوفكم على خير. يلا سلام.